بيحصل لنا. فجمهور الزمالك احنا قلنا كلمه حسام قالها قبل كده، مش هنسيب نادي الزمالك الا لما نادي الزمالك والجمهور يقول لنا مش عايزينكم او شكرا. ساعتها احنا اتعودنا كده، اتربينا على كده. ربنا لما يكون في مكان والمكان ده شايلنا على دماغه ما نسيبهوش الا لما ننزل السلم زي ما حصل قبل كده، ومش هرجع للموضوع ده. لما النادي الاهلي مشي من النادي الاهلي هم اللي مشونا مش احنا اللي مشينا. فلما رحنا بعد كده نادي الزمالك احنا ما مشيناش من نادي الزمالك، هم الاداره هي اللي مشيتنا من الزمالك. قال لك معلش اصل احنا جبنا لعيبه ثانيه وشكرا على كده. انما احنا الحمد لله ما بنسيبش مكان الا لما المكان ده يكون يقول لك مع السلامه. فاحنا متمسكين ان احنا مع جمهور الزمالك في ظهره، لان هتسيب الناس دي وبعد كده ايه؟ يبقى احنا قصرنا في حقهم. نعم. انما من ناحيه ان احنا اتخانقنا، احنا وصلنا ما فيش بشر على وجه الارض يتحمل اللي بيتحمله حسام حسن وابراهيم حسن. انا كل يوم دخلونا في ثوره قبل كده، دخلونا في الماتش ده. انا بحسب هيطلعوا يقول لنا متشكرين يا ناس يا محترمين يلا انقذتوا مصر، مش تونس بقى. يعني انا انقذت. هو برضو عشان نخلص من قصه الثوره، التصريح اللي منسوب ليك واللي عامل نوع من انواع الغضب منك انه بيقولوا ان انت قلت ما تودلهمش لا ميه ولا اكل ولا بتاع وخلوهم هناك كده في ميدان التحرير. انا كلامي واضح، انا كلامي لو على اخر لحظه في حياتي على قلبي. ساعتها لما جينا لما الناس بتصرخ في بيوتك واولادك بيعيطوا والدنيا، احنا جايين من كينيا. كان الموضوع ده في الثوره 25. احنا جينا يوم 1 تقريبا. يعني بعد ما لقينا ناس رئيس جمهوريه جاب نائب رئيس وقال لك مش هرشح نفسي ولا ابني وغير وزراء وحول ناس للمحاكمه وعملوا. فلقينا طب خلاص بقى اشتغلوا. انا ما الحدث زيك زي اي حد كل الناس. فقلنا يا جماعه خلاص عايزين نشتغل، الدنيا وقفت خلاص يا جماعه. الناس اللي مش هتروح قلت كده. انا راجل عمري ما بخلف كلمه اقولها. الكلمه اللي تطلع من بوقي على رقبتي. قلت يا جماعه الناس تروح. الناس الموجوده خلاص الراجل عمل اللي عليه، او الناس اللي موجوده عملوا اللي عليهم خلاص، وتحصل تغييرات. الناس اللي موجوده تروح تمام، ولو مش عايزين يروحوا يتحط في جوه ميدان التحرير او في حته محدوده عشان ما يعطلوش الطريق. وعشان بيزهقوا ما ولا تدخل ميه ولا تدخل اكل عشان الناس تزهق. طب مش شايف ان انت اللي يروح انما ما قلتش اضربوهم بالنار دوسوا طيب يا انت برضه لما من وجهه نظري الشخصيه حد يعني انا من وجهه نظري الشخصيه ان احنا عشان نخد القصه دي اللي عايز يقعد بس بقى ايه ما يقعدش يخلل فيها. بعد كده اثبت كلامي ان طلع صح، ان ما يبقاش بقى عاملين معسكرات في ميدان التحرير والدنيا ثابته. انما انا ضد الظلم. انا اتظلمنا، اول ناس اتظلمنا، اول اثنين انا وقتها. طب مش شايف ان انت جانبك التوفيق؟ ما فيش حاجه في مصر غير الباسبور المصري كابتن. انا عمري ما خدنا يا كابتن شباب على قدك ولا ارض ولا مميزات ولا حد ادانا جنيه. طيب يعني ولا عملنا اي حاجه. عشان ننهي الجدل ده وتبقى فرصه توضح هذا التصريح للناس، يعني مش شايف ان انت جانبك التوفيق ان تقول ما توديش للناس ميه ما توديش للناس اكل يا كابتن شوبير برضو ما احنا بنفهم بنقول ايه يا كابتن؟ بنقول ان احنا عشان الناس تروح. ما انا ساعتها قلنا ايه الراجل غير والدنيا وخلاص قال لك 3 شهور وهيمشي. يعني الناس تروح. يعني الناس تروح ما تعطلوش الدنيا. اللي عايز يقعد في حته محدوده ما يعطلش الطريق. تمام. انا بكلمه واضح. وانا ضد احنا بنتكلم هو ضد يهود. انا بكلم ده مصريين، مصر زي الناس اللي موجودين مصريين زي والناس اللي موجودين انا معاهم. لازم يبقى في حريه، لازم الناس الحراميه تتمسك، ولازم الناس المفتريه تتمسك، ولازم الناس اللي عملت ضرايب على العربيات وعلى العقارات وافترت علينا تمشي، والناس اللي سرطانات في كل الاكل والشرب لازم تحاسب وتموت. لازم كل الناس دي والناس اللي بقت مسيطره على كل واحد على موضوع معين لازم يتحبس ولازم يتاخد منه فلوس. انا ضد كده. ده انا اول واحد طلعت في الراديو وفي قنوات كتيره حاربت الناس اللي بتعمل ضرايب على البني ادمين. اول ناس قلنا ليه الظلم، اول ناس عملنا كده ومحدش كان بيتكلم. الحمد لله كلام انا وحسام من قبل من ساعه موجود في الرئاسه والدنيا كلها واحد ما اتغيرش، ولحد النهارده بعد ما مشوا ما اتغيرش. يعني احنا ما ينفعش انا وحسام
طيب نقطة أخيرة بقى، فرصة، احنا فتحنا الكلام انكم كنتوا داعمين لحملة ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، وجات لكم صورة وانتوا بتوقعوا انت وحسام. لا اله الا الله. ما هو الدنيا ماشيه كده. ما هو احنا بص يا كابتن، هيدخلونا في موضوع بتاع ده فلسطين واليهود واسرائيل. اصل احنا هم كانوا قاعدين على الترابيزه، فلما قاعدين حسام وابراهيم فركشت الموضوع. ده لو قطر دلوقتي ولع في حته هيقول لك احنا كنا راكبين القطر انا وحسام. يا كابتن شوبير، احنا دخلنا في كل حاجه تخص العالم كله، مش مصر بس. ليه بيدخلونا في كل حاجه؟ ودلوقتي انا هسال سؤال بسيط بس. نعم. دلوقتي كان حسني مبارك، والله الرئيس حسني مبارك وجمال مبارك وعلاء مبارك، دلوقتي بقوا مكخه دلوقتي. مش كل الناس دي اللي كانت بتجري تحت رجليهم. انا نفسي اعرف، مش كل الناس دي اللي كانت بتتقرب ليهم عشان بس يشوفوا دماغهم من ورا حتى مش وشهم. دلوقتي بقى دول ناس وحشين. يعني انا مش فاهم حاجه. انا على الاقل انا بتكلم كده وما استفدتش منهم بحاجه وما خدتش منهم حاجه. وكل واحد وبتتكلم، والناس اللي بتتكلم على الحريه والديمقراطيه، ما اللي يحب واللي يكره. في واحد بيحب يشرب ميه، وفي واحد بيحب يشرب طين، عادي جدا. فكل واحد، انا ولا بنحب ولا بنكره. انا بقول انا ما بحبش الافتراء والظلم، وما بحبش ان الناس تركب موجه يا كابتن شوبير. نعم يا كابتن شوبير، ما ينفعش ان انت راجل كنت الناس كلها بتقرب ليه ومش مصدقين ان ده يشوف رئيس جمهوريه ولا ابن رئيس جمهوريه، بعد كده يشتموا فيه، وهم الناس اللي كانوا بيتمرمطوا تحت رجل كابتن شوبير. يا جماعه لازم التغيير يعني ما تنفضش، التغيير يعني ما تظلمش، التغيير يعني ما تركبش الموجه. انما الاخوه بعض الصحفيين اللي كانوا بيكتبوا شعر في رئيس الجمهوريه واولاد رئيس الجمهوريه، دلوقتي عاملين ان هم بيقول لك انا كنت قاعد في التحرير. كل واحد عايز يطلع بطل دلوقتي، انا كنت قاعد في التحرير. حسام ابراهيم اصل ما عادوش التحرير، ما كنتش قاعد في التحرير يا عم الثوراجي انت وهو، عشان كنا في كينيا من يوم 24 لحد يوم 2. ما كنت قاعد في التحرير عشان انا ما بركبش الموجه، عشان عندي شغل في الوقت اللي الدنيا كلها واقفه والناس مش عايزه تشتغل. حسام ابراهيم كانوا بيشتغلوا كل يوم الصبح في التمرين. هو التغيير ولا الثوره من انك تشتغل، مش تبقى قاعد في الشارع. نعم كابتن ابراهيم، ما يبقاش مصر واقفه كده متعطله في كل حاجه. ادينا خربت في كل حاجه، خربت في الرياضه، خربت في السياسه، خربت في الاقتصاد، خربت حتى الميه بتاعتنا خربت. اشتغل وغير تمام، يعني اشتغل واتحرك وغير. ان شاء الله مش هتخرب، وان شاء الله هتعمر، وان شاء الله هتبقى جيده يا كابتن ابراهيم، وان شاء الله الامور تكون افضل واحسن. عندنا شباب كتير وعندنا نماذج كثيره رائعه، واذا كان في بعض الخارجين عن القانون وعن النظام، لكن بالتاكيد الاكبر والغالبيه العظمى من مصر هي الافضل، وهي اللي هتعيد الامور افضل مما كانت يا كابتن ابراهيم باذن الله عز وجل. خلينا اسالك سؤال اخير، تتوقع العقوبات ايه على نادي الزمالك؟ اتوقع من الناس اللي هي ذكيه جدا وبتاخد قرار محترم، ان نادي الزمالك ده يعني يكفي الموقف اللي لا، العقوبات بحكم اللوائح. انت عندك جماهير اقتحمت ملعب وبوظت مباراه، يعني طبعا كابتن شوبير هل يعني بدليل ان ما لناش ذنب، نادي الزمالك كنادي الزمالك ملوش ذنب. الناس ان هل احنا الجهاز، انت المنظم، انت الجهه المنظمه يا كابتن، انت اللي مستقبل المباراه، انت الجهه المنظمه. احنا عندنا فراغ يا كابتن، امن فراغ سياسي، والناس عارفه كده. يعني ما عندكش سيطره على البلد. مفيش سيطره غير المجلس الاعلى للقوات المسلحه، هم كتر خيرهم اللي قايمين بالموضوع، انما مفيش سيطره على ماتش كوره. تتوقع ايه او تطلب ايه يا كابتن؟ بطلب ان يبقى في الناس تاخد تبص للموضوع، الناس اللي تاخد القرار من منظور ان نادي الزمالك عمل المستحيل عشان ينقذ الفريق، لعيبه الافريقي والحكام عمل المستحيل عشان واعتذارات وعملوا كل حاجه وحسن النيه الجميله اللي كانت موجوده، ولحد دلوقتي اعتذارات والناس عايزه تروح لسون. معنى كده ان احنا ما ذنبناش حاجه كفريق كوره وكنادي الزمالك. نعم. فاتوقع ان يبقى في رحمه، لان الضرب كده كتير. ما سمعتوا انها تبقى نقل. نقطه اخيره يا كابتن شوبير، اتفضل. بس قبل ما تقول نقطه اخيره، بس هقول لك العقوبات المقترحه عقوبات ماليه ونقل مباريات. اتفضل يا كابتن. للدكتور وليد دعبس، نعم لو سمحت، عشان العلاقه تبقى كويسه، هو الراجل مسؤول على قناه مودر، لو سمحت، نعم، لو هو مش هياخد موقف مع الانسان اللي عمال يغلط في حقنا كتير،
ومش عايز يوقف عند حده، والراجل اللي بقت الناس هنا كلها مش مؤذه من تصرفاته. كده احنا بفكره، احنا لما بنتعاون تاني ونرجع تاني